السلام عليكم. اهلا بيكم في قناة منوعات بيبا. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض في الفيديو ده فكرتين لزينة رمضان. ان شاء الله الفكرتين احلى من بعض وهيعجبوكم. هنبدأ بقى مع بعض كده. اول حاجة هنعمل العياشة، عشان كده بقى نحط فيها ايه العيش. هنعملها بطريقة بسيطة جدا وبحاجات موجودة عندنا في البيت. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل العياشة بتاعتنا ازاي. هنجيب بقى معانا مصفى زي كده، حجمها كبير بقى ما يكونش حجمها كبير قوي، تكون حجمها وسط كده، ان هي إيه على قد مثلا حجم العيش اللي احنا هنحطه فيه. انا بقى كنت هعمل دي كده، بس لقيت عندي دي ودي بقى قديمة ومعدتش ان انا هستخدمها، فقلت بقى بدل ما ارميها استغلها بقى واعمل منها فكرة. هعمل منها بقى العياشة معاكم. يلا بينا بقى نبدأ فكرتنا. هنحتاج بقى مع بعض في الفيديو بتاعنا ده قماش الخيامية اللي احنا هنعمل بيه العياشة بتاعتنا، وهنحتاج شمع وقماش الخيامية بتاعنا هوريكم الوقت ده ثواني كده يا حبايب قلبي. وهنحتاج كمان الشريط ده عشان هنزين بيه العياشة في الاخر بعد ما نخلص. يلا بقى بينا نبدأ الفكرة بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. معايا بقى كده قطعة قماش. المقاس بقى لازم لما نيجي نعمل على حسب مثلا الحاجة اللي احنا هنستخدمها، نقص مثلا جزء يكون كبير شوية عشان لسه هنتنيها كده واحنا بنلزقها. هنقلبها بقى طبعا كده على وشها، وهنبدأ بقى نحط المفرش من هنا كده. هنبدأ بقى نلزق الجزء من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا عشان نعرف نلمها كلها بتبقى بشكل متساوي، وعشان تبقى بشكل متساوي في الآخر. يلا بقى بينا نلزقها مع بعض. اهم حاجة بقى يا حبايب قلبي نشد كده القماش بتاعنا كويس عشان يبقى شكله مشدود، ما يكونش فيه كسر ولا اي حاجة، عشان يبقى شكله معانا كويس. هنرفع كده وهنحط شمع هنا كده في الجزء ده. وهنشد القماشة بتاعتنا كويس كده ونبدأ نلزقها بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. نستنى بس كده حوالي 3 ثواني كده لما الجزء بتاعنا ده ينشف كويس، ونلزق الجزء اللي قصاده على طول اللي جنبه من الناحية التانية كده. هنبدأ بقى كده نلزق الجنب التاني بالشكل ده كده برضو. اهم حاجة بقى في الخطوة دي نشد القماش بتاعنا كويس كده يا حبايب قلبي. هنشده كده ونحط ايدنا عليه، نبدأ بقى نلزقه كده. بعد بقى ما لزقنا كده يا حبايب قلبي الجزء ده والجزء ده، هنلزق كمان الجزء ده بالشكل ده كده. هنلزق كمان الجزء ده وده. هنحط برضو شمع بالشكل ده كده. واحنا بقى بنلزق الجزء ده هنلم كده هنلم كده، هنشد برضو
وهنتنيهم على بعض كده. اهم حاجة نشد كويس، هنتني الجزء ده كده ونلزقه. نلزق كده. وبرضه هنيجي على الجزء ده كده ونتنيه من هنا كده بالشكل ده. هنحط برضه شمع. وهندني الجزء ده كده. هنحط شمع هنا كده، وهنتني الجزء ده. هنستنى برضو حوالي 3 ثواني كده لما الشمع بتاعنا يلزق كويس، وبعد كده هنعمل الجنب اللي لسه فاضل. هنيجي بقى ونلزق كمان الجزء ده. نحط برضو شمع هنا كده. وهنشد برضو القماشة بتاعتنا جامد كويس كده. هنتني بقى الحتة دي كده، الجزء ده كده من هنا هنتنيه، وهنتنيه برضو من هنا. وهنحط بقى فيه شمع من جوه كده، من هنا كده عشان نلزقه بالشكل ده كده. هنشد برضو اهم حاجة ونتني. وكمان الجزء اللي احنا هنتنيه من هنا هنحط فيه برضو شمع من جوه هنا عشان نلزقه. هنتني ونشد كويس كده. بعد بقى ما لزقناها كويس كده كلها، شايفين القماش بقى لما بنكون شادينه كويس بيكون شكله كويس كده كده. لما بنكون شادين القماش بيكون شكله كويس معانا في الاخر كده. هنجيبها بقى على الوش ده، وهنجيب بقى المقص. هنبدأ نقص بقى الاطراف الزيادة دي، ونسيب كده حوالي سنتي كده عشان هنتنيهم لجوه دلوقتي. هنقص كده.
هنقص كده بالشكل ده ونسيب حوالي سنتي. هكملها بقى قص يا حبايب قلبي وارجع لكم. وبعد بقى ما قصيناها من الجنوب كده وسيبنا سنتي، هنبدأ بقى ايه نلزق كل الجنوب الاطراف دي هنلزقها لجوه. هنحط شمع وهنشدها برضو الحروف كده. هلزق بقى الاطراف كلها لجوه كده وارجع لكم. وبعد بقى يا حبايب قلبي ما لزقت كده الاطراف كلها بالشكل ده، هنبدأ بقى نجيب كمان قطعة قماشة كده تكون اصغر من القطعة التانية. هنبدأ بقى نلزقها ازاي؟ هنعمل كده، هنجيب الشمع ونبدأ نحط حوالين الدايرة دي كده شمع بالشكل ده كده. وكده بقى يا حبايب قلبي بعد ما خلصت شكل العيشة بتاعنا في النهاية بالشكل ده كده، شكلها بجد جميل جدا. لزقتها بقى وقصيت الطروف كده اللي هي الزايدة ولزقت الشريط ده كده بالشكل ده. جربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم. ما تفكروش بقى ان انتوا تشتروها من بره تاني. وبعد بقى يا حبايب قلبي ما خلصنا كده اول فكرة معانا وهي كانت العياشة، هندخل بقى ونبدأ نعمل تاني فكرة. تاني فكرة بقى هتكون معانا هي طبلة المسحراتي. وهنحتاج معانا بقى عشان نعمل طبلة المسحراتي هنحتاج علبة لبن زي كده بالشكل ده، ولو متوفر عندك برضو علبة سمنة ممكن نعمل بيها عادي. يعني هنحتاج ايه بقى عشان نعمل طبلة المسحراتي؟ هنحتاج معانا كده قماش خيامية، هنحتاج قطعتين كده، قطعة على شكل مربع بالشكل ده وقطعة طويلة بالشكل ده كده. وهنحتاج كمان معانا بالونة، وهنحتاج بكرتين سوليتيب بالشكل ده اللزق ده كده، واحدة شفافة وواحدة لونها احمر او اي لون تحبوه. وهيكون معانا برضو الشرايط دي. وعشان بقى نبدأ بقى اول حاجة نعملها وهي هنعملها عصاية الطبلة. هنعملها ازاي بقى؟ هنحتاج معانا عصاية كده من اللي هي عصيان الشيش طاووق. اول حاجة بقى هنعملها هنجيب اللزق الشفاف ده وهنبدأ نلزق العصاية كلها باللزق الشفاف ده. وبعد ما نلزق باللزق الشفاف هنبدأ نلزق باللزق ده فوق اللزق الشفاف برضو على العصاية. وهيكون شكلها بقى في النهاية معانا، هتكون شكلها في النهاية بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده ده هيكون شكلها في النهاية. انا عملت الاتنين دول وعشان برضو دي كده كانت خرزة متوفرة عندي لزقتها هنا كده بالشمع. برضو لو متوفر عندكم خرز من ده او اي حاجة على شكل دايرة ممكن برضو نلزقها هنا بالشمع. وبكده نكون عملنا عصاية الطبلة. يلا بقى بينا نبدأ ونشوف هنعمل الطبلة بتاعتنا ازاي. هنجيب كده البالونة معانا يا حبايب قلبي، هنبدأ نقص منها اول جزء كده. بعد بقى يا حبايب قلبي ما قصيت كده اول جزء في البالونة، هنبدأ بقى نجيب علبة الزبادي كده. هنجيب بقى يا حبايب قلبي الجزء اللي احنا بنشيل منه الغطا بتاع العلبة كده، وهنبدأ نحط فيه البالونة بالشكل ده كده. هحطها يا حبايب قلبي وارجع لكم. وبعد بقى ما يا حبايب قلبي ما لبستها كده البالونة، هنبدأ بقى باللزق كده ونلزقها كويس كده من الجنب.
بالشكل ده كده. واهم حاجة نكون شادين البالونة كويس جامد عشان في الاخر الصوت بتاعها معانا يبقى حلو. وبعد بقى يا حبايب قلبي ما لزقتها كويس كده بالشكل ده، ولزقتها كويس باللزق. تاني خطوة بقى معانا وهي هنقلب كده علبة اللبن ونجيب قطعة من قماش الخيامية كده وهنعملها هنا. هعمل بقى كده بالشمع داير ما يدور كده وهلزقها كويس وهرجع لكم. بعد بقى يا حبايب قلبي ما لزقتها كده كويس وشديت القماشه، شايفين القماشه مشدوده كويس ازاي؟ هنبدأ بقى نقص الاطراف اللي هي الزياده دي كده. بعد بقى يا حبايب قلبي ما قصيت الطروف كده بالشكل ده، هنبدأ نعمل بقى ايه معانا كده شريط ستان بالشكل ده كده. وبرضو اختاروا اللون اللي انتوا تحبوه، انا كان متوفر عندي الابيض عشان كده هستخدمه. هنبدأ بقى نلزقه هنا كده بالشمع. بعد بقى يا حبايب قلبي ما عملنا ايد الطبلة بقى بالشكل ده كده، هنبدأ بقى نجيب قطعة قماش من الخيامية كده وهنسويها كده بالشكل ده، ولو في زوايد او حاجة هنقصها في الاخر بعد ما نلزق. هنبدأ بقى نلزقها كده بالشكل ده بالشمع، وهلزقها كلها على بعضها وهرجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده يا حبايب قلبي. وبعد بقى يا حبايب قلبي ما لزقتها كده بالشكل ده، هنبدأ بقى نجيب الشرايط دي كده ونلزقها بالشكل ده. هنلزق واحد كده والتاني عكسه بالظبط كده، هتكون بالشكل ده. هلزقهم بقى وارجع لكم. وكده بقى يا حبايب قلبي بعد ما خلصنا الطبلة بتاعتنا، شايفين شكلها بجد تحفة جدا، وعملناها برضو بأقل تكلفة في البيت. ده شكلها كده يا حبايب قلبي. شوفوا بقى صوتها جميل جدا، هجربها معاكم. صوتها بيرن وصوتها، هجرب صوتها معاكم تاني يا حبايب قلبي. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. وعملنا بقى في الفيديو بتاعنا ده العياشة، وده كان شكلها في النهاية بالشكل ده كده. وعملنا برضو طبلة المسحراتي وده كان شكلها في النهاية. بجد شكلهم تحفة، وعملناهم بأقل تكلفة وفي البيت وما خدوش مننا أي وقت. وعملنا كمان عصاية الطبلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي. واللي وصل بقى معايا للنهاية ما تنسوش تحطوا اللايك وتقولوا رأيكم في الكومنتات، لأن بجد كلامكم جميل ده بيسعدني جدا.